الجزء المجتمعي، ان العلاقه نفسها فيها مشاركه لاحداث الحياه الطبيعيه، انه بحكي انا عملت ايه النهارده، وفي حد ذاته دي متعه واحتياج عند الانسان ان هو يحكي عمل ايه النهارده، يحكي لحد سمعه فمديله الانتباه ده فقادر ان هو يشاركه، وفي نفس الوقت ياخد المشاركه دي من الطرفين. الاهتمام، ان هو مهتم انه مركز مع اللي قدامه في الحاجات اللي هو نفسه فيها، ان انا كان نفسي في 1 2 3 فانا عرفت ان 1 2 فبالتالي جابت له الهديه او جاب له الهديه بالوقت اللي هو كان محتاجه فيها علشان هو كان مركز وهو بيسمعه. فده الحته بتاعت الاهتمام، ان الشخص يكون مهتم باللي انا بقوله، مش مجرد عامل زي كلب التاكسي كده بيهز دماغه وخلاص، مفترض ان هو سامعني بس هو مش سامعني. فهنا احساسه بالاهتمام ان هو سامع ويبتدي ياخد خطوات تجاه اللي سمعه من اللي قدامه، فده بيتحقق في العلاقات وبالتالي بتبقى ممتعه جدا. الرعايه، ان هو يراعيك زي انه يراعي وجودك، ان انت وانت موجود في حياته بيبتدي يتكلم او بيتصرف باسلوب مختلف علشان انت موجود او انت موجوده في حياته، مش زي قبل ما هو او هي سنجل، بيبقى في اختلاف. وبيراعي غيابك برضه في نفس الوقت، انه بيراعي احتياجك للاكل والشرب، بيراعي انه يكون في وقت ليكي، وقت مناسب، او هي كمان تراعي حاجه زي كده، تراعي الضغوطات اللي عليك، فبتبتدي انها تساعدك ان الضغوطات دي تخف او تعمل حاجه مختلفه من الطرفين. فهنا الرعايه من اذا كان من اكل او شرب او وجود للمشاركه وتواصل في اوقات الظروف المختلفه وسد الاحتياجات او مساعده في المشاكل او الدعم، ده كله بيتحط حته الرعايه اللي بتخلي بني ادم يبقى مستمتع جدا في العلاقه.